عارف انت الناس اللي تكون هتشتري موبايل جديد وتقترح لها 100 حاجه وتيجي في الاخر بعد كل تعبك ده تقولك ما تعرفش حاجه سامسونج؟ الفيديو ده ليهم. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد مع علي عبد الوهاب، والنهارده هنتكلم عن موبايل سامسونج M31. وقبل ما نبدا هعرض لك صوره فيها كل الحاجات اللي هنتكلم عليها بالترتيب عشان اسهل عليك وتبقى عارف الفيديو ماشي ازاي. نيجي بقى للشاشه، وزي ما متعودين اللي بيميز سامسونج عن اي شركه تانية ان شاشات السوبر امولود بتاعتها رهيبه. فالشاشه هنا 6.4 بوصه سوبر امولود فول اتش دي بلس، وطبعا الشاشه فيها ووتر دروب نوتش. اي نعم الحواف بتاعت الشاشه مش افضل حاجه، ولكن روعه الشاشه هتخليك تنسى كل ده. وعاوز اقول لك ان احنا هنتكلم عن نقطتين قوه في الموبايل ده بالذات، وهما البطاريه والكاميرات، وبعدين هنتكلم عن نقطتين فيهم بعض العيوب وهما المعالج والسوفت وير. فخليك متابع لاخر الفيديو. نيجي للبطاريه، والبطاريه هنا الصراحه برقم جديد وهو 6000 ملي امبير، وده اكبر رقم موجود في السوق المصري حاليا. ودي من اهم مميزات الموبايل، مع شاحن سريع 15 واط. ولكن هو مش اسرع حاجه في فئه السعريه دي، لان في موبايلات بتيجي بشواحن اسرع من كده، ومدخل الشاحن من نوع تايب سي. ولكن بشكل عام البطاريه دي فعلا خرافيه. بالنسبه للكاميرات، وهي الشيء المثير في الموبايل ده الصراحه، الموبايل هنا بيجي باربع كاميرات على شكل حرف ال كده مقلوب في ظهر الموبايل. الكاميرا الاساسيه بدقه 64 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 1.8 وبتصور لحد دقه 4K. الكاميرا الثانيه الترا وايد اللي هي العدسه الواسعه بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.2. والكاميرا الثالثه بتيجي بدقه 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.4 لتصوير الماكرو. وكاميرا رابعه طبعا للبورتريه بدقه 5 ميجا بكسل. الكاميرات هنا ممتازه جدا، والالوان والدايناميك رينج ممتازين، وتفاصيل الصور عظيمه جدا. وانا مش بشكر في الكاميرا دي وخلاص كده، لما تشوفوا الصور دلوقتي هتعرفوا ان كلامي كان صح. والكاميرا الاماميه بتيجي بدقه 32 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.0، وطبعا برضو صورها محترمه جدا. نيجي بقى للسوفت وير، والموبايل هنا بيجي باندرويد 10 مع واجهه سامسونج الجديده One UI 2. والسوفت وير هنا تقيل شويه وبيهنك تهنيجات بسيطه في استخدامك العادي، ولكن سامسونج اكيد هتنزل تحديث قريب يحل المشكله دي. المعالج هنا اكسينوس 9611 بتكنولوجيا 10 نانو، وهو اداء متزن بمزايا كتير، ولكن مش اقوى حاجه في الفئه بتاعته. والمعالج ده شفناه قبل كده في موبايلات من سامسونج زي الاي 51 والام 30 اس، والمعالج كويس في المهام العاديه بس مش الافضل في تجربه الالعاب خالص. ولكن بعد كل ده برضه بابجي هتشتغل على HDR الترا. طب ليه بقول ان المعالج من نقط الضعف في الموبايل ده؟ لان عندك في الفئه السعريه دي معالجات زي الجي 90 تي اللي موجود في الريلمي 6 الجديد، واللي هنراجعه ان شاء الله قريب. نيجي لامكانيات الجهاز الداخليه، والموبايل بيجي ب 6 جيجا رام و128 جيجا ذاكره داخليه، وبيدعم ميموري لحد 512 جيجا، وده رقم كويس جدا. طبعا اكيد شرحتيه. نيجي للتصميم، فالموبايل تقليدي جدا وبلاستيك، وخاماته مش افضل حاجه، بس اللي بيميز شكله ان بروز الكاميرات اللي في البوكس اللي ورا قليل جدا، ودي حاجه حلوه. والتليفون بيجي بثلاث الوان، الاحمر والازرق والاسود، والسمك بتاع الجهاز 8.9 مللي مع البطاريه العملاقه دي، فدي حاجه مبهره جدا. الموبايل سعره 3990 جنيه، ولو اشتريته من جوميا دلوقتي هتاخد معاه 100% كاش باك على فودافون و100 جنيه كاش باك على جوميا اون. بص يا سيدي، المعالج هنا مش اقوى حاجه في الفئه السعريه دي، ومش اسرع شحن ممكن تاخده، بس هتاخد تجربه كاميرات خرافيه وبطاريه مش هتعرف تخلصها. وفكره ان كل الامكانيات دي تحت براند سامسونج، فده هيكون مرضي لناس كتير من عشاقها. وقريب قوي هعمل مقارنات للموبايل ده مع ريلمي 6 وريدمي نوت 9 اس، فخليك متابعني كويس لان الفتره الجايه فيها عظمه كتير. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واتمنى تدعموا الفيديو باللايك عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وسيبوا لي رايكم تحت الفيديو في الكومنتات. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.